كنا كنعتقدوا أن قصة ملعب الأمير مولاي عبد الله انتهت عند حدود إعادة البناء ديالو والتحويل ديالو إلى تحفة هندسية حديثة كتليق بالمواعيد الرياضية الكبرى. لكن ظهر واحد الفصل جديد اللي ما كانش في الحسبان ديال الكثيرين، وهو فصل لإعادة إشعال النقاش وأثار الفضول ديال المتتبعين في المغرب وخارج المغرب. فمنذ بداية شهر دجنبر بدات اللمسات الأخيرة على واحد من أكثر الإضافات إثارة للجدل والإعجاب في نفس الوقت، واللي هي شاشات الهالو سكرين ذات الشكل الدائري اللي كتحيط بالسقف من الداخل. وهذه التقنية كتعتبر الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والعالم العربي، وخطوة جريئة كتعكس التوجه ديال المغرب نحو جعل هذا الملعب واحد من أرقى الملاعب في العالم. يقدر يتساءل البعض منا أسئلة اللي بسيطة ولكن جوهرية، واللي هي واش هاد الشاشات كانت جزء من التصميم الأصلي للملعب؟ واش السقف ديال الملعب قادر أصلا أنه يتحمل وزن من هذا الحجم؟ وعلاش كتستثمر المملكة في تكنولوجيا في هذا المستوى رغم التكاليف ديالها الباهظة؟ المعطيات كتأكد أن هاد الشاشات ما كانش قرار مفاجئ كما كيظن البعض، بل كانت جزء من الحسابات الإنشائية منذ المراحل الأولى للبناء. فمن غير الممكن هندسيا إضافة وزن ضخم بهذا التعقيد لواحد السقف فولاذي اللي كيمتد لعشرات الأمتار دون أن يكون مدمج في التصميم الأساسي. والمهندسون المغاربة اللي أشرفوا على المشروع كانوا كيعرفوا جيدا أن الملعب ما غاديش يكمل بهذه الصورة دون هذه اللمسة التكنولوجية، وأن اللحظة ديال التركيب ديالها غادي يجي في الوقت المناسب من بعد الانتهاء من اختبارات السقف من ناحية التجارب الاهتزازية وأنظمة الإضاءة وكل ما يتعلق بسلامة المنشأة. ومع ذلك بقى الجمهور متفاجئ، وبقات هذه الصور المنتشرة كتثير الكثير من الأسئلة، لأن المغرب بكل بساطة اختار يكشف الأوراق ديالو خطوة بخطوة ويخلي كل إضافة بمثابة حدث يلفت الأنظار ويأكد حجم المجهود المبذول خلف الكواليس. واللي خصنا نفهمه هو أنه هذه الشاشات الدائرية ماشي مجرد وسيلة عرض أو ديكور حديث، بل هي عنصر أساسي في تجربة الملاعب العالمية الكبرى، مثل ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا أو ملعب سوفي ستاديوم في لوس أنجلوس. هذه الشاشات كتغير مشاهدة المباريات بالكامل، بحيث أنها كتمنح الجمهور رؤية واضحة ومعززة لكل لقطة، لكل هدف، لكل احتفال ولكل لحظة اللي ما يمكنش تشوفها جيدا من المدرجات البعيدة. وجود شاشة 360 درجة يجعل من أي مقعد في الملعب يكون مقعد مثالي، وكيحول المباريات إلى عروض بصرية نابضة بالحياة كتزيد من الإبهار ديال الجماهير عند مشاهدة المباريات. لكن الجانب اللي ما كيشوفوهش الكثيرون هو الفائدة الاقتصادية الهائلة لهذه النوعية من الشاشات. فهي مصدر دخل أساسي لأي ملعب حديث، والإعلانات اللي كتعرض عليها أثناء البطولات الكبرى يمكن تحقق أرباح كبيرة جدا، خصوصا في بطولات مثل كأس إفريقيا الأمم 2025 أو كأس العالم 2030، بحيث أنه كتوصل نسبة المشاهدات إلى عشرات الملايين حول العالم. إضافة إلى هذا، فوجود هذه التقنية كيرفع قيمة التذاكر في المناطق المميزة، وكيجعل الملعب صالح لاحتضان فعاليات وحفلات عالمية اللي كتعود على المدينة بمداخيل ضخمة وكتزيد من الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة المحيطة بالملعب. ومع دخول شهر دجنبر 2025 أصبح الملعب جاهز بنسبة شبه كاملة لاستقبال المباريات الكبرى، وأصبحت الرباط كتستعد لاحتضان نسخة استثنائية من كأس إفريقيا للأمم، نسخة اللي غادي تكون شاهدة على أول ظهور رسمي لهذه التكنولوجيا المتقدمة داخل ملعب مغربي. وجاء التوقيت مثالي قبل أسابيع قليلة من أكبر بطولة قارية في إفريقيا، اللي باغي من خلالها المغرب أنه يقدم أفضل صورة ممكنة، وأنه يثبت للعالم أنه ماشي مجرد بلد منظم، بل بلد قادر على الإبداع وتحدي المعايير، بلد اللي كيكتب قصة جديدة في مجال البنية الرياضية. وهنا غادي يبرز لنا واحد السؤال آخر اللي ما كيقلش أهمية، واللي هو شنو هي الفكرة وراء هذا الاستثمار الضخم؟ والجواب بسيط، وهو أنه المغرب يستعد للمستقبل، يستعد لكأس العالم 2030، وعارف جيدا أن المنافسة اليوم ما بقاتش في الملعب فحسب، بل في التجربة البصرية، جودة البث، قوة الصورة، وجاذبية المدرجات. فالعالم ولا كيشاهد الملاعب قبل ما يشاهد المباريات، واللي كيكسب معركة الصورة
كيكسب معركة الإعجاب وكيعطي انطباع جيد وإيجابي للعالم. الشاشات الجديدة ماشي مجرد إضافة تقنية، بل إعلان واضح بأن المغرب قرر الدخول بقوة إلى عالم الملاعب الذكية، وأنه كيطمح أنه يجعل من ملعب الأمير مولاي عبد الله واحد من أفضل الملاعب في المنطقة وفي العالم. مع هاد الشاشات تجربة الجماهير غادي تتغير تماما، فالإعادات غادي تولي فورية وبيانات اللاعبين غادي تتعرض لحظة بلحظة، إضافة إلى أن المؤثرات البصرية غادي تكون جزء من الفرجة، والجمهور غادي يولي يحس براسو أنه جزء من العرض وماشي مجرد متفرج. ومع اكتمال هذه اللمسات الأخيرة، أصبح ملعب الأمير مولاي عبد الله يعكس رؤية دولة اللي كتقدم بخطوات ثابتة نحو المستقبل، بالسقف ديالو الضخم اللي كيحيط بمدرجات أنيقة وأرضية مثالية صممت وفق أحدث المعايير، أنظمة صوت وإضاءة تضاهي أشهر الملاعب الأوروبية، ومحيط خارجي كيشكل فضاء حضاري عصري اللي كيجمع بين الترفيه والطبيعة والفن المعماري المغربي المعاصر. ومع كل هاد التفاصيل ولا واحد السؤال كيتردد عند الجميع، واللي هو واش ولا ملعب الأمير مولاي عبد الله أجمل ملاعب إفريقيا والعالم العربي؟ واش هاد التكنولوجيا الجديدة غادية فعلا تغير النظرة ديال الجمهور المغربية؟ وفي الحقيقة كيبان أن الجواب واضح، فالمغرب ما كيبنيش منشآت فحسب، بل كيصنع تجربة، كيصنع صورة جديدة، وكيوضع البصمة ديالو الخاصة في واحد العالم اللي كتزاد فيه التنافسية كل يوم. والإنجازات ديال اليوم ماشي فقط استعدادا لحدث واحد، بل تأسيس لمرحلة جديدة، مرحلة اللي غادي تخلي من الرياضة جزء من التنمية الشاملة، وغادي تجعل من التكنولوجيا حليفة للملاعب والجماهير. وفي النهاية كيبقى السؤال الأكبر، واللي هو واش أصبح هذا الملعب الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم العربي؟ الأيام القادمة هي اللي غادي تجاوبنا، لكن اللي مأكدين منه الآن هو أن المغرب كيمشي بخطى ثابتة نحو الرياضة، وأن ما يحدث في الرباط اليوم هو بداية لمرحلة أكبر، مرحلة غادي يتذكرها تاريخ الرياضة المغربية لسنوات طويلة. حتى لهنا وصلنا للنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، اللي كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. والسؤال ديالي لكم هو واش كتظنوا أن ملعب الأمير مولاي عبد الله حقا أصبح أجمل ملاعب إفريقيا والعالم العربي؟ خليوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، وكما العادة ما تنسوش الدعم ديالنا عبر الضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة، والبارطاج ديال هذا الفيديو مع العائلة الأحباب والأصدقاء. شكرا على المتابعة، في أمان الله، والسلام عليكم.